ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. اخواني الصحفيين، اي سؤال يخطر ببالكم اسالوه، خلينا نكون نجاوبكم بكل صراحة وبكل ثقة. تفضلوا، انا لو ما احبكم ما اجيب قناة تمر، قناة عنب، قناة تين، قناة زيتون، ولو بيها سكر انا بس جبتهن حتى نعرف انه الصحافة عندنا ما حد يمسها. اي واحد يسأل من عندكم فالسؤال ان شاء الله نجاوب عليه. تفضل انت رابع واحد، تفضل. نعم، اي بلي البطاقة التموينية احنا قررنا وقعدنا وسوينا مجلس وكملنا كل الشغلات وكل الاجراءات، ووافقنا على قرار 40 مادة من المواد الغذائية، بس لكن انتم تعرفون بعض الدول شالت صفر من العملة، فاحنا قلنا هم خلينا نشيل الصفر بدل من ال40 يصير 4 مادات. تفضل. اي انت سابع واحد. اي تفضل. الكهرباء عقدنا مجتمع وقعدنا قعدة 3 ايام نناقشها، ولكن راح وزير الكهرباء واتفقنا على 10,000 ميجا، بس هو صار غلط عندنا، اتفق على 10,000 كيكة، بس احنا ما ضيعناها، حطيناها. تعرفون اولادنا عيد ميلاد واقاربنا، بس هم اللي رايحين الحياه وبالكعك بالديوانيه احسن لهم، وجايبين من عندك كيك بدل الميجا كيكه. تفضل. سؤالك لطيف حلو، اجاوبك عليه بكل صراحه حتى اكون صادق وياكم، وصادق امام شعبي وامام جمهوري وامام ناخبيني. تعرفون انتم الناس انتخبتنا وصعدتنا لمجلس النواب، فاحنا وين كنا؟ احنا كنا نجدي حقيقة، واحد يحكيها المال، احنا كنا نجدي بامريكا وبريطانيا، نجدي الدول تستعطف علينا. هسه اجينا وهاي الوثائق موجودة كلها، اجينا ونريد نعطي عراق جديد. العفو، هو اوراقنا كلها بيض لان احنا نوقع على بياض. احنا مو بدينا، هي الحكومات اللي مجندين الها هي تقول لنا وقعوا وهي تملي الاستماره، فكل احنا جايبيها اوراق بياض. من عنده سؤال بعد؟ تفضل. استاذ، مسدسك بالبرلمان شنو حاطه قدام المواطنين؟ نعم؟ المسدس شنو حاطه بالبرلمان قدام المواطنين؟ انتم تعرفون احنا ناخبيبنا اكثر يحبوننا ويرجون خاطرنا، مثل ما قال الشاعر محمد علي القصاب والمطرب سعد الحلي، بنادى مطباع الغدر من ياكل الجمار، ينكر احسان النخل ويرمي الشعب للنار، فاحنا هذا الشعب ذبيناه بالنار. المهم احنا نستفاد، احنا الشارع نريد نبوق، شلون يعني؟ نضل وراكم احنا؟ اذا نضل وراكم ما معناته يقطعنا الجوع. بعدين حتى عوائلنا قاعد تسالنا وين المليارات؟ جيبوا. ابني اجيب له باسكل ب 10,000 دولار ما يقبل، يريد الا ب 100,000 دولار. شلون يعني؟ منين نجيبها؟ اذا مو منك ومن غيرك. بعدين الشعب ياكل حتى لو ياكل حمص ما يهمنا، مثل ما قال احد النواب جلال الصغير، ماكو داعي بسكت، ماكو داعي نستله. شنو تعليقك عليه؟ تعليق عليه البسكت والنستله للاطفال، احنا ما ناكله. بدون تجاوز. تعليقك على الشيخ جلال الدين الصغير؟ نعم. استاذ، تعليقك على وزير الدفاع اتهامه للبرلمان وسليم الجبوري؟ هاي شغله مفرمكه بيناتنا، احنا نعرف شلون نصفيها ونعرف شلون نشتغلها. فانت تعرف اسرع محكمه بالعالم هي محكمه القضاء. هذا القضاء عندنا في العراق هو مو القضاء يعني اللي يحكم، لا، احنا حاطين القضاء على الشعب، القضاء على اموال الشعب، القضاء على النفط، القضاء على كل شيء، قضاء تدمير الشعب، هذا قضاءنا، مو قضاءنا عادل، لا، العداله بس لله. نعم تفضل. تحليلك لمصير الشعب العراقي قيادتكم؟ مصير الشعب العراقي ان شاء الله بعد 45 سنه بالضبط، 45 سنه و13 يوم و11 ساعه راح يكون مصيره كلش حلو، ياكل حتى جد. من عنده سؤال؟
اجاوبكم بكل صراحه. انا ما اخاف، انا احكيها بصراحه ما اخاف. حراميه اي حراميه احنا، نشاله اي نشاله، نجدي كنا اي نجدي. شنو ترجو من عندنا؟ احنا خدمات الخدمات ان شاء الله قلت لك بعد 45 سنه و12 دقيقه و13 ثانيه تجيكم خدمات كامله. انتم مش تردون غير مجاري، راح اسوي لكم مجاري مثل الهند، طبيها وطلع. اكو غير هاي؟ قابل نطبب لكم بالمجاري سياره؟ شلون اذا طببنا سياره اجيتونا من جوا وطلعتونا من مجلس النواب وانتهينا احنا. هاي ما يصير. من عنده سؤال بعد؟ اي تفضل انت. لا احنا الكتل السياسيه منسقين امورنا، كل وزاره الكتله. فالوزاره هاي هي اللي تنهب العمال واللي تسرق واللي تعطي كتله. شلون نمول الحزب؟ احنا شلون باكر ورانا انتخابات شلون نرشي العالم ونعطيها وتنتخب له؟ لازم نفوق. اذا ما بقنا منين نعطي العالم؟ تعرف انت نشتري الذمم احنا، وهوايه ناس تبيع ذممها، بس يفترض عليكم انتم. انا كنصيحه من عندي كاخوكم بمجلس النواب اقولها لكم كنصيحه وللتاريخ هاي، لان التاريخ ما يرحم. الشعب ان يختار من هو يليق به، ان يختاروا من يقف بوجه المسؤول، وان يختاروا من الذي يدافع عنهم، مو يختارون الذي يسرق لهم، مثل اخواننا سليم الجبوري ومحمد الكربولي واسامه النجيفي وتوفيق الدقي وفريد شوقي. هذول ممثلين يجاوبوا علينا، دخلوهم ويانا بالبرلمان حتى نساعد مصر في فتح قناه السويس الثانيه. من عنده سؤال؟ ماكو سؤال؟ انا راح اسالكم. كم مره قلت لكم انا صادق في كلامي؟ واكثر من 2000 مره. والله العظيم انا بلا نطقت كلام صادق، كله كلام كاذب. وشكرا.